السلام عليكم، حياكم الله جميعا. واخيرا شفنا المنتخب الوطني المغربي في نهائي كأس العالم. الف 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 مبروك للشباب ديالنا الاقل من 20 سنه اثر بلوغهم نهائي الحلم، نهائي كأس العالم. وفكينا ذاك العقده فرنسا اللي رجعتنا صراحه بذكريات اللور لسنوات قليله اللور في كأس العالم ديال قطر، اللي وصلنا مع المنتخب الوطني الاول الى نصف نهائي كأس العالم انذاك. ولكن للأسف لم نستطع العبور مع المنتخب الفرنسي. لكن في هذا الكأس، في كأس العالم للشباب، استطعنا أن نتفوق على المنتخب الفرنسي ونعبر إلى نهائي كأس العالم، نهائي الحلم. فموعد النهائي، موعد المباراة النهائية إن شاء الله يوم الاثنين على الساعة 12 ليلا. لكن لحظة، عندما نقول يوم الاثنين على الساعة 12 ليلا، أي في الدقيقة الأولى من بداية يوم الاثنين، يعني بالمغربية نهار الحد إن شاء الله مع 12 ديال الليل، لأن 12 ليلا ليوم الاثنين كتبدا منا، يعني نهار الحد مع 12 الليل، ملي كيبدا يوم الاثنين مع 12 الليل، فذاك هو توقيت مباراة المغرب في نهائي كأس العالم للشباب. أما عن القناة الناقلة، قناة بي إن سبور المجانية، كل الشكر لأنها رافقت المنتخب الوطني المغربي طيلة هذه البطولة في بث مبارياته على التلفاز المجاني أو القناة المجانية الرسمية لبي إن سبور، وكذلك حتى على قناتها على يوتيوب. فاللي غادي يتفرج إن شاء الله في المباراة النهائية، إما غيتفرج على شاشة التلفاز في على قناة بي إن سبور المفتوحة، أو كذلك حتى على يوتيوب. يدخل يوتيوب يكتب بي إن سبور وغيتفرج إن شاء الله بجودة عالية. وجميعا لنساند المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة للفوز بهذه الكأس ولنجعلها في المغرب. ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي. نلتقي عما قريب بإذن الله. السلام عليكم.